طب ميار، لو انت عملتي شيفت كارير دلوقتي تشتغلي ايه مثلا؟ ما اشتغلش يا ماما، انام في البيت. لا هتشتغلي ايه؟ ما تشتغلش يا ماما. طب انا اقول لكم على حاجه، انا مثلا امي طول الوقت كانت في ظهري ان انا اكون مذيعه. يعني انا يمكن ما كانش ده حلمي قوي، ما كانش نفسي اطلع مذيعه، كنت احيانا كمان كتير انا عرفت ابقى عايزه اطلع دخلتي سواق كمان قطر. الله، يعني انا كنت لا قلت لي ان انت دخلتي كمان، بحب كنت عايزه تبقي في دماغي. الخارجيه كمان. وكان نفسي اكون سفيره في الخارجيه. ثانيه واحده، ايه سواق قطر؟ سواق قطر. لا زمان كنت ايه الاحلام ينوم عليهاش عمل القطر وامشي جاي زي بالناس. اللي رايح يا ماما. سواق الصوره اللي بتعمل حوادث. ده هي اصلا او بياع في فرن. طب صدقوني انا هعمل كده، مش انا هروح اقف في فرن واشتغل، لان انا بحب الفرن والمخبوزات جدا، انتوا مش فاهمين. فمامتي كانت دايما بقى ورايا، زي ما دينا كانت بتقول للاهل، لا هتبقي مذيعه، اتفرجي على نشرات الاخبار، معرفش ده حلو جدا. وفي الكليه هي اللي اختارت لي كليه بس الاعلام، والله وانا مامتك اتنطط جميلة. وعادي ومفيش مشكله، هتبقي مذيعه. بس عايزه بقى اقول لكم حاجه بجد بالنسبه للفقره بتاعت مشانه دي. بجد انا بنصح كل ست، مش كل راجل، بنصح كل ست فعلا، لا حاولي ان انت تطلعي بره مود اللايف ستايل بتاعك، واعملي حاجه مش انت. مش حاجه مش انت اللي هو انت، انا بتكلم حاجه مش انت في الحدود. لا يعني مثلا انت مثلا ست بيت، روحي اشتركي في الجيم وانزلي وتمشي، مش انت بس اللي انت تكسري الروتين ده، حتى هتبقي نفسيا لطيفه. الرجاله اللي طول النهار تروح البيت تتغدى تشرب كوبايه الشاي القهوه، سلام عليكم انا نازل على القهوه، يعني جرب تبقى مش انت. حبي روح المغامره، غامري طالما في الصحه، غامري وجربي. في ناس بتخاف يا دينا على فكره، في لا ناس بتحب مفيش وقت الروتين. للخوف، الحياه قصيره قوي، لازم نستمتع بيها ولازم نغامر ولازم نجرب كل حاجه. ما ينفعش اقول انا مذيع مش هقدر امثل الحته دي، لا جرب وانجح وافشل. ما ينفعش نقول على حاجه لا من غير ما نجربها. دي وجهه نظري يعني الصراحه، انا شايفه كده. انا وجهه نظري بس ان احنا عايزين ايه، يعني احنا عايزين نقول اللي بتشوفنا دلوقتي زي ما قالت شيرين، يعني حبي نفسك لدرجه انك انت ما تعشريهاش قوي، يعني اخرجي منها شويه، ما تحبهاش لدرجه ان انت تفضلي على طول انت، اللي قدامك هيمل منك وانت هتملي من نفسك وهتملي من ديتيلز كتير في حياتك. غيري 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 غيري، اعملي فعلا حاجه انت تستغربي نفسك فيها، بس طبعا لازم تكون صح وفي نطاق يعني العادات الاجتماعيه بتاعتنا، بس انت نفسك تستغربي. اضحكي، العبي لعبه، اتنططي نطوطه، اخرجي مع اصحابك، اقعدي في مكان نطوطه حلوه نطوطه، زي ما انا في الفسيخ اقول له اشتري لك، اجيب لك فسخوخه. عندي فسخوخه حلوه. بس انتوا عارفين ان في ناس بتكتشف نفسها يعني مؤخرا. انا بشوف ان الموهبه والحلم في اي مجال، يعني مثلا الناس بتكمل حياتها كلها بتبقى حاجه وبتيجي تعمل شفت كارير في الاخر، زي ممثلين كبار ما نجحوش او دخلوا التمثيل غير وهم سنهم كبير، ناس بتعمل اكل، فاشن ديزاينرز، في ناس كتير لما غيروا حياتهم وعملوا شفت كارير واكتشفوا حاجات جواهم نجحوا فيها اكتر من حياتهم اللي قعدوا فيها بال 30 40 سنه. فانا شايفه ان يعني دايما يقول لك لا احنا كبرنا، لا انا لسه هغير. الناس بتخاف من المغامره، بس انا شايفه لو جواك حاجه فعلا، طبعا لو جواكي، بما ان احنا بنتكلم الستات فلازم بجد تعمليها. لو انت هتعملي حاجه تانية دلوقتي مثلا، يعني انا مثلا نفسي دلوقتي بس الكورونا منعتني، كنت داخله ادرس الفاشن ديزاينر، انا بحب اللبس وبحب اقعد ارسم حاجات، بس عايزه اثقل الموهبه دي ان هي تبقى بالدراسه. طبعا هستفيد من كل المذيعات دول عشان هلبسهم طبعا واكسب منهم فلوس قد كده. والله انا بتعلم التفصيل بس مش نافع خالص. كل الناس حاولوا يعلموني معرفه. صعب شيرين هتعلمني، قالت لي انا هعلم، قالت لي بس هنقعد 7 سنين اعلمك الدرس يتعمل ازاي. بس طبعا مش معنى كده ان اي ست بتتفرج علينا دلوقتي يلا انا هغير حياتي سلام عليكم. لا هسيب البيت، باي باي يا جماعه انا رايحه اغير حياتي. خلي بالكم برضو بالعقل، يعني غيري حياتك في اطار المحدود قدامك، مش رايحه تنطلقي وترمي وتسيبي العيال العيال وتسيبي الجوز. لا انا رايحه اغير حياتي.